رسالة لنفسنا احنا كنواب، لان النواب دول بلا استثناء شعبيتهم بتتآكل في دوائرهم، بيعانوا، بيواجهوا الشارع لوحدهم، وبيستمروا في تقديم مشروعات قانونية تبدو للبعض انها عمليات جراحية، ولكن هي تحديات بنواجه بيها واقع أليم. محمد العماوي ارجع. اتفضل. وبنواجه بيها كثير من المشكلات اللي بتزلزل المجتمع ده. أنا بطلب من السادة النواب، اتفقت مع قانون الجمعيات أو اختلفت، بعد ما نخرج من القاعة دي نحافظ على تماسك المجتمع وعلى تصدير رسالة إن احنا فعلا عايزين مجتمعنا يستمر مجتمع مصري، وانا باكد وبين قوسين يستمر مجتمع مصري. بعض الناس قالت لي انتوا بالقوانين اللي بتعملوها دي عايزين ايه؟ انتوا بتختلفوا معانا ليه؟ قلت له كلمة واحدة يا ريس وهختم بيها: ان نختلف في وطن امنين خير من ان نختلف في مخيمات اللاجئين. بشكر حضرتك يا ريس. شكرا. ان نختلف، شكرا أن نختلف في وطن آمنين خير أن نختلف في خيام اللاجئين. عبارة دقيقة أطلقها السيد الزميل أحمد خليل، الشكر له. أنا واثق أن في